ناس كتير بتسألني ايه الفرق بين الفراخ البلدي المنتجة للبيض وايه الفرق بين الفراخ الإيزا واللهمة. بص انا هجاوب عليك في الفيديو ده، بس هخليك انت اللي تقرر وتختار تربي ايه عندك لغرض انتاج البيض. هنتكلم عن مميزات وعيوب الفراخ البلدي المشعر والفيومي اللي بتنتج بيض بلدي، وهنتكلم عن الفراخ الإيزا او اللهمن اللي بتنتج بيض مزارع. مبدئيا هنبدأ بالكتكوت البلدي المشعر او الفيومي الفض البيور، وهنتكلم عن السلالتين دول في الفراخ البلدي لانهم من افضل واعلى السلالات في انتاج البيض. لو انت مهتم بالقطيع ده بيبشر معاك بالظبط على عمر 4 شهور او 4 شهور ونص، والقطيع ده بيقدر يديك من 220 ل 260 بيضة في السنة. بالنسبة للفراخ الإيزا أو اللهمن اللي بتبيض بيض مزارع، الفراخ دي بتقدر تديك 300 بيضة أو 320 بيضة في السنة. يبقى احنا كده عرفنا إن الإنتاج بيكون أعلى بالنسبة للسلالات اللي بتنتج بيض المزارع اللي هي لهمن أو إيزا. نيجي بقى لسعر الكتكوت عمر يوم. سعر الكتكوت عمر يوم في الفراخ الفيومي أو البلدي المشعر بيتراوح من 10 جنيه ل 12 جنيه أو 13 جنيه بالكتير. بالنسبة بقى لسعر الكتكوت الإيزا أو اللهمن حاليا وصل ل70 و75 جنيه سعر الكتكوت. وعشان تقدر تشتري أقل حجز للكمية اللي انت بتجيبها بيكون عدد 1000 كتكوت، وده من ضمن العيوب اللي بتخلي الناس بتتجه لتربية الفراخ البلدي. يبقى احنا كده قلنا الفرق في الإنتاج بين الفراخ البلدي والفراخ المزارع، وكمان اتكلمنا على سعر الكتكوت. بالنسبة لسعر الكتكوت البلد المشعر حوالي 10 جنيه او 12 جنيه، وكمان متوفر وتقدر تجيبه من اي مكان. بس في مشكلة عايز اقولك عليها، انت لما تيجي تشتري كتاكيت بلدي، طبعا الكتاكيت لو انت اشتريت عدد 1000 بيطلع فيهم حوالي من 50 ل60% برابر هتبيض معاك، و40% بتكون ديوك. فانت لو عايز تعمل مثلا قطيع 500 فرخة بياض بلدي، هتضطر انك تجيب عدد 1000، وهتيجي من عمر شهر وتفرز الديوك وتشتغل بيها كتسمين في مكان تاني لوحدها وتسمنها وتبيعها على عمر 3 شهور، متوسط وزنها كيلو ونص. نيجي بقى لنقطة مهمة لازم نتكلم عنها. الفراخ البلدي بيجيلها فترة كده في السنة زي شهر تقريبا، وبيحصل لها حاجة اسمها فترة قلش. بيبدأ الريش يتساقط من الظهر ومن الجناحات، والفرخة بتقطع بيض لمدة 3 أسابيع أو شهر أو 35 يوم بالكتير عشان تقدر تطلع ريش جديد، وبعدين تبدأ ترجع تاني تنتج للبيض. وبيحصل الكلام ده كل سنة عند أي فرخة بلدي، لكن في المقابل عند الفراخ الإيزا أو اللهمن ما بيحصلش الكلام ده، وما بيجيش حاجة اسمها فترة قلش لهم إطلاقا. بالنسبة للإنتاج اليومي، يعني انت مثلا لو عندك 100 فرخة بلدي وكلك بيبيضوا، هتاخد منهم ما يقرب من 70 بيضة في اليوم أو 75، ولو القطيع بتاعك صحته كويسة هيوصل معاك ل80. أما بالنسبة للفراخ اللهمن أو الإيزا، فأنت متوسط الإنتاج هيكون من 75 بيضة في اليوم ل80 أو 85. بس في نقطة عايزك تفهمها برضو وتركز فيها، لأن دي هتفرق معاك جامد. الفراخ البلد المشعر أو الفيومي بتستهلك علف بياض أقل بنسبة كبيرة من الفراخ المزارع. يعني أنت عندك الفرخة البلد المشعر أو الفيومي لو كلت 80 جرام في اليوم فقط علف بياض هتنتج لك البيضة بشكل طبيعي. أما الفراخ المزارع لو كلت 80 جرام في اليوم هتأثر في الإنتاج والإنتاج هينزل. فالطبيعي بتاع الفراخ البلدي من 80 ل 90 جرام في اليوم، وخد بالك عشان عدد الجرامات في مشروع الفراخ البياض بيفرق بشكل كبير. أما بالنسبة للفراخ المزارع فأقل كمية عشان تنتج لك البيض بتاخد 100 جرام في اليوم، والمتوسط من 100 ل 110 أو 120 جرام في اليوم على وجبتين. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، وهي المناعة. الفراخ البلد المشعر أو الفيومي أو أي سلالة بلدي عامة بتكون المناعة بتاعتها أقوى حتى لو بشكل ملحوظ من فراخ اللهمن أو الإيزا اللي هي فراخ المزارع. الفراخ البلدي بتقدر تستحمل الأمراض بنسبة أكبر عن الفراخ المزارع. نقطة تانية مهمة وهي التسويق بتاع البيض. يعني انت لو عامل مزرعة فراخ بياض هتقدر تسوق البيض اللي عندك
بشكل اسرع عن بيض المزارع، لان احنا طبعا كلنا عارفين ان البيض البلدي القيمة الغذائية بتاعته اعلى من البيض المزارع، وهو اللي مستحب واللي الناس كلها بتفضله للاطفال عشان القيمة الغذائية اللي فيه. مش معنى كده ان البيض بتاع الفراخ المزارع مش بيتباع، لا طبعا كله بيتباع وكله ليه بورصة، بس البيض البلدي بيكون سعره اعلى وبيكون مطلوب بشكل اكتر من بيض المزارع. نيجي بقى لنقطة مهمة، وهي فترة الانتاج. عندك الفراخ المزارع بتبدأ تديك بيض من على عمر 4 شهور ونص، وبتشتغل معاك فترة سنة ونص. أما الفراخ البلدي بتبشر على 4 شهور ونص كمان زي الفراخ المزارع، بس بتديك إنتاج لمدة سنتين. طيب لو سبت القطيع ده عندك البلدي أو المزارع هيدوك إنتاج برضو مفيش مشكلة، بس الإنتاج هينزل وكده المشروع هيبدأ يخسر معاك. في نقطة كمان عايزين نتكلم فيها عشان ما نبقوش نسينا أي حاجة، ونكون وضحنا الأمور كلها للناس اللي حابة تعمل مشروع الفراخ البياض ومحتارة تبدأ بإيه. لما تيجي تبيع الفراخ اللي قدامك دي بعد ما تخلص إنتاج البيض نهائي وخلاص عايز تبيعها، فأنت عندك الفراخ البلدي بيكون سعرها أعلى من سعر الفراخ المزارع. يعني حاليا سعر كيلو الفراخ البياض اللي هي مخلصة بيض بالنسبة لفراخ المزارع بيوصل ل60 جنيه أو 55 جنيه ومعلهاش طلب كتير. بالنسبة للفراخ البلدي الكيلو واصل 85 و90 جنيه. فأنت دلوقتي عرفت التفاصيل بتاعة المشروع، وأنا وضحت لك المميزات والعيوب بأمانة، مش برشح لك حاجة معينة عشان تشتغل فيها، بس أنا قلت لك بناء على خبرتي في مشروع الفراخ البياض نقلت لك التجربة بتاعتي ومميزات وعيوب المشروع، عشان انت دلوقتي تقدر تحدد السلالة اللي انت هتشتغل فيها وانت عارف المميزات والعيوب بتاعتها كاملة. ممكن اكون نسيت اي حاجة اتكلم فيها، فلو اي حد عنده استفسار يسيب كومنت وانا هرد عليه، واي حد محتاج اي حاجة يقدر يتواصل معايا على الواتس. زي ما انتوا عارفين المتابعة معايا على الواتس مجانا، ما باخدش منها مقابل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وما تنساش تعمل متابعة، واي حد محتاج حاجة يسيب كومنت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.